إزاي إيلون ماسك بيفكر؟ سر التفكير الهندسي. لو سألت إيلون ماسك إزاي بتحل المشاكل الهندسية، هيقولك حاجة غريبة: الفيزياء هي القانون الوحيد، كل حاجة تانية مجرد توصية. يعني إيه؟ يعني أنا قابلت ناس كتير قدروا يكسروا القانون، بس محدش قدر يكسر الفيزياء. النهاردة هوريك إزاي أغنى راجل في العالم بيفكر، وإزاي ممكن أنت تفكر بنفس الطريقة. استعد، لأن اللي هقولهولك هيغير طريقة تفكيرك في أي مشكلة. يلا بينا. 1. التفكير من المبادئ الأولى. First Principles Thinking. إيلون بيقول لأي مشكلة تكنولوجية، أول حاجة لازم تتأكد منها إنك مش بتخالف الفيزياء. يعني إيه مبادئ أولى؟ ببساطة، خد أي حاجة معقدة، حللها للأساسيات اللي انت واثق منها 100%. دي بتبقى القاعدة أكسيوماتيك، الأساس المسلم دي، وبعدين ابني منها لفوق، واختبر استنتاجاتك ضد الحقائق الأساسية دي. مثال بسيط من الفيزياء: لو انتهكت قانون حفظ الطاقة Conservation of Energy، يبقى المشروع مش هيشتغل خلاص. لو انتهكت قانون حفظ الزخم Conservation of Momentum، نفس الموضوع، مفيش أمل. الهدف من الخطوة دي إيه؟ تحدد هل الحاجة دي ممكنة أصلاً، وهل فيها كلام تاني؟ 2. التفكير في الحدود Thinking in the Limits. دي أداة قوية جداً من الفيزياء. لو أخدت حاجة معينة وكبرتها لرقم ضخم جداً، أو صغرتها لرقم صغير جداً، الأمور هتتغير إزاي؟ مثال واحد: التصنيع Manufacturing. إيلون بيقول إن التصنيع بيساوي مشكلة مقدرة أقل من قيمتها بكتير، والحقيقة إنك تاخد منتج تكنولوجي متقدم وتنتجه بأحجام كبيرة أصعب بكتير من إنك تصممه من الأول. الصعوبة أكتر بأوردر أوف ماجنتيود 10 مرات على الأقل. السؤال الذكي: لو عايز تعرف ليه المنتج غالي، هل غالي عشان التصميم نفسه غبي، ولا غالي عشان الكمية اللي بننتجها قليلة؟ الحل: التفكير في الحدود. لو بننتج 1,000,000 وحدة في السنة، هل المنتج لسه غالي؟ لو الإجابة أيوة، يبقى المشكلة مش في حجم الإنتاج، المشكلة في التصميم نفسه. لو الإجابة لأ، يبقى المشكلة فعلا في اقتصاديات الحجم Economies of Scale. مثال واقعي من سبيس أكس: الصواريخ بيبقى حجم إنتاجها قليل، فبيبقى فيه عذر شائع: الصاروخ غالي عشان بننتج أعداد قليلة. إيلون بيقول: طب تخيل إننا بننتج 1,000,000 وحدة في السنة، هل لسه غالي؟ لو أيوة، يبقى اقتصاديات الحجم مش المشكلة. 3. تكلفة المواد الخام، الحد الأدنى للسعر. دي فكرة عبقرية. خد أي منتج، صاروخ، سيارة، روبوت، واسأل نفسك: لو عندي كومة من المواد الخام، ألومنيوم، حديد، تيتانيوم، نحاس، وعندي عصاية سحرية أقدر أعيد ترتيب الذرات للشكل النهائي، هيبقى السعر كام؟ ده اسمه The Magic Wand Number، أو رقم العصاية السحرية. الحقيقة الصادمة إن الرقم ده دايماً صغير جداً. يعني إيه؟ يعني اللي بيخلي الحاجات غالية مش المواد الخام، لكن طريقة ترتيب الذرات، التصميع. مثال واقعي: تسلا بوت، الروبوت. جيم كيلر، مهندس شغل مع إيلون، قال: الروبوتات التقليدية غالية جداً، بس لو فكرت من المبادئ الأولى ممكن تخلي التكلفة قريبة جداً من تكلفة المواد الخام. النتيجة: تسلا بوت ممكن يتصنع بتكلفة أقل بكتير من باستون داينامكس. 4. الطريقة التقليدية للتصميم، وليه غلط؟ معظم الناس لما بيصمموا منتج بيبدأوا بالأدوات والأجزاء والطرق اللي هم عارفينها. يعني عندنا الأدوات دي، يلا نشوف نقدر نعمل بيها إيه. المشكلة: ده بيقودك للمومنتم اوف ذا باست، أو زخم الماضي. يعني بتعمل حاجات محدودة بالأدوات اللي عندك، مش بالحاجة المثالية. 5. الطريقة الصح، المثال الأفلاطوني The Platonic Ideal. إيلون بيقول: تخيل المنتج المثالي، الترتيب المثالي للذرات، الحاجة اللي تبقى perfect. ده بيبان غريب زي ريك اند مورتي، بس لازم تفكر بالطريقة دي. السؤال الصح: إيه أفضل ترتيب للذرات ممكن يعمل المنتج المثالي؟ وبعدين دلوقتي إزاي نوصل الذرات للشكل ده؟ ليه ده مهم؟ لأنك لو فكرت بس بالأدوات اللي عندك هتفضل محبوس في الماضي، بس لو فكرت بالمنتج المثالي هتبتكر أدوات جديدة وطرق جديدة. 6. التفكير من الاتجاهين Two-way thinking. إيلون بيقول: لازم تفكر من الاتجاهين،
الاتجاه الأول: إيه اللي نقدر نعمله بالأدوات اللي عندنا؟ الاتجاه الثاني: إيه شكل المنتج المثالي النظري؟ المنتج المثالي هدف متحرك. كل ما تتعلم أكتر، تعريفك للمنتج المثالي هيتغير، لأنك مش عارف المنتج المثالي بالظبط، بس تقدر تقرب منه. الخطوة التالية: دلوقتي إيه الأدوات والطرق والمواد اللي محتاجينها عشان نوصل الذرات للشكل المثالي ده؟ الناس نادراً بتفكر بالطريقة دي، بس دي أداة قوية جداً. 7. الخلاصة النهائية من إيلون: التصنيع الجيد يساوي تقدر تخلي أي حاجة بتكلفة قريبة جداً من المواد الخام والIP Intellectual Property. بس ده صعب جداً، لكن ممكن لأي حاجة بأحجام إنتاج كبيرة. الزبدة: يلا نلخص طريقة تفكير إيلون. التفكير من المبادئ الأولى: حلل الحاجة للأساسيات المؤكدة، الفيزياء، وابني منها. التفكير في الحدود: لو المنتج اتعمل ب1,000,000 وحدة، هل لسه مشكلة؟ لو أيوة، يبقى المشكلة في التصميم. تكلفة المواد الخام: ده الحد الأدنى للسعر، الباقي كله في التصنيع. المثال الأفلاطوني: تخيل المنتج المثالي أو أفضل ترتيب للذرات وبعدين اشتغل عليه. التفكير من الاتجاهين: إيه اللي نقدر نعمله بالأدوات الموجودة، وإيه المنتج المثالي النظري؟ الخلاصة في جملة: الناس بتبدأ بالأدوات اللي عندها، إيلون بيبدأ بالمنتج المثالي ويخترع الأدوات. سؤال ليك: لو عندك مشكلة في الشغل أو الدراسة أو الحياة وطبقت طريقة إيلون في التفكير، 1. إيه المبادئ الأولى أو الحقائق الأساسية في المشكلة دي؟ 2. لو فكرت في الحدود، مثلا لو الحل اتطبق على 1,000,000 شخص، هل لسه مشكلة؟ 3. إيه الحل المثالي أو البلاتونيك ايديال للمشكلة دي؟ اكتب في الكومنتات: المشكلة كذا، المبدأ الأول كذا، الحل المثالي كذا. مثال: المشكلة بضيع وقت على السوشيال ميديا. المبدأ الأول: الوقت محدود 24 ساعة بس. الحل المثالي: موبايل بدون سوشيال ميديا أصلاً. وافتكر، إيلون ماسك مش عبقري لأنه ذكي، هو عبقري لأنه بيفكر صح، وانت تقدر تفكر بنفس الطريقة. ابدأ دلوقتي.